صديقي المليونير، لو معاك مبلغ محترم من الفلوس دلوقتي هتعمل ايه؟ هتشتري ذهب ولا تدخل في عقار؟ السؤال ده مش بسيط، لان القرار ده ممكن يحافظ على فلوسك سنين قدام، وممكن كمان يجمدها او يقلل قيمتها لو اخترت غلط. في ناس تقولك الذهب هو الامان الحقيقي، طول عمره بيحفظ القيمة، وناس تانية ترد عليه بثقة العقار عمره ما خسر، الارض بتزيد ومحدش بيخسر في الطوب. وطبعا كل طرف عنده امثلة، حد اشترى ذهب قبل موجة صعود وكسب، وحد اشترى شقة وبقت بضعف سعرها. لكن في المقابل في حد اشترى ده في قمة سعره وخسر جزء كبير من قوته الشرائية، وحد اشترى عقار في مكان غلط وقعد سنين مش عارف يبيعه. يبقى مين الصح؟ الحقيقة اللي قليل جدا بيتكلم عنها ان الخلاف مش بين الذهب والعقار، الخلاف بين انواع مختلفة من الاهداف وظروف مالية مختلفة. المشكلة ان اغلب الناس بتاخد القرار بناء على كلام متداول، مش بناء على تحليل يناسب وضعهم هم. وفي الفيديو ده مش جاي اقولك الذهب افضل، ولا جاي اقولك العقار هو الحل. انا شريف ودي قناة شريف يستثمر، ودورنا هنا اننا نحط كل الارقام وكل المميزات وكل العيوب قدامك على الترابيزة، وانت تختار القرار اللي يخدمك انت، مش اللي يمشي مع الناس. لكن قبل ما نبدأ نفصل في الذهب او العقار، في سؤال اهم بكتير لازم يتسأل الاول: هو انت بتستثمر ليه اصلا؟ كتير من الناس بيقعوا في غلطة خطيرة جدا، انهم بيدوروا على افضل استثمار من غير ما يحددوا افضل استثمار لايه. علشان كده في 3 اسئلة لازم تجاوب عليهم بوضوح قبل ما تحط جنيه واحد. السؤال الاول: انت هدفك ايه بالظبط؟ هل انت عايز تحافظ على قيمة فلوسك، ولا تكبرها، ولا تطلع منها دخل شهري؟ لان كل هدف من دول له أداة مختلفة. اللي عايز يحافظ على القيمة في وقت تضخم تفكيره غير اللي عايز يبني دخل إيجاري ثابت، واللي عايز مضاعفة رأس المال خلال 10 سنين مش زي اللي محتاج سيولة قريبة. لو هدفك مش واضح هتختار استثمار غلط حتى لو كان في أصل قوي. والسؤال التاني: هتحتاج الفلوس امتى؟ هل ممكن تحتاج السيولة فجأة لو حصل ظرف محتاج تبيع بسرعة؟ لأن في فرق ضخم بين أصل تقدر تحوله لفلوس في يومين، وأصل ممكن يستنى شهور علشان يتباع. كتير ناس بتدخل في استثمار طويل المدى وبعد سنة تضطر تبيع بخسارة علشان محتاجة سيولة. يبقى التوقيت مش تفصيلة، التوقيت عنصر أساسي في القرار. والسؤال الثالث: هتقدر تتحمل مخاطرة قد إيه؟ في ناس نفسيتها مش بتتحمل تقلبات سعر يوم بيوم، وفي ناس تانية مستعدة تستنى سنين. في ناس تحب الأصول السهلة اللي ما فيهاش وجع دماغ، وفي ناس مستعدة تدير وتتابع وتتحرك. استثمار من غير ما تعرف قدرتك النفسية ممكن يخليك تاخد قرار بيع غلط في وقت غلط. وهنا بقى نفهم حاجة مهمة جدا: الموضوع مش مقارنة بين أصلين، الموضوع مقارنة بين اختيار ووضعك الشخصي. عشان كده خلينا نحط أول أصل على الطاولة ونفهمه بالكامل، ونبدأ بالذهب. ليه الناس بتعتبره الأمان الحقيقي؟ وهل هو فعلا كده دايما؟ من أيام الحضارات القديمة والناس شايفة فيه رمز للقيمة والثروة، مش بس معدن لكن مخزن قيمة. ليه؟ لأن المعروض منه محدود ومش سهل إنتاجه ومش مرتبط بقرارات حكومة واحدة. عشان كده في أوقات عدم الاستقرار المستثمرين الكبار بيلجأوا له كملاذ آمن. لكن خلينا نفصل الموضوع بعيد عن الشعارات. إيه هي مميزات الذهب؟ أول ميزة واضحة وهي السيولة العالية، تقدر تبيعه في أي وقت تقريبا، مش محتاج تسويق شهور، مش محتاج مشتري متخصص. والميزة التانية إنه بيعمل لك حماية من التضخم على المدى الطويل. لما قيمة العملة تقل الذهب غالبا بيحافظ على قوته الشرائية مع الوقت طبعا. والميزة التالتة إنه مفيش إدارة، مش هتتابع مستأجر ومش هتصلح أعطال، مش هتدفع صيانة شهرية، وده مناسب جدا لناس كتير. لكن مفيش استثمار من غير عيوب. تعال بقى نتكلم عن عيوب الذهب. أول نقطة مهمة: مش بيولد دخل، مش هيجيب لك إيجار شهري ولا أرباح شهرية، مكسبك الوحيد بيكون من فرق السعر. وتاني نقطة: إنه فيه تقلبات سعرية، رغم إنه آمن على المدى الطويل إلا إنه ممكن ينزل بقوة على المدى القصير. اللي يشتري في قمة سعر ويحتاج يبيع بسرعة ممكن يخسر. وتالت نقطة وهي فرق المصنعية لو اشتريت مشغولات طبعا، وده خطأ بيقع فيه ناس كتير. يعني الصورة الواقعية هنا بتقول عن الذهب إنه ممتاز كأداة لحفظ القيمة، مش أداة لبناء دخل. ممتاز كجزء من محفظة، لكن نادرا ما يكون هو المحفظة كلها. وهنا لازم نسأل سؤال منطقي جدا: لو الذهب دوره الأساسي حماية، يبقى مين دوره بناء الثروة الفعلية؟ خلينا نحط العقار على الطاولة بنفس الحيادية ونتكلم عن الاستثمار في العقار وبدون أي تجميل. أول حاجة لازم تتقال بوضوح إن العقار مش مجرد استثمار،
العقار ده نظام كامل: أرض، موقع، طلب وعرض، دورة اقتصادية وإدارة. علشان كده ناس كتير بتبني ثروات ضخمة من العقار، وناس تانية ممكن إنها تتعطل سنين بسببه. وخلينا نفصل الصورة بقى بهدوء ونتكلم عن مميزات العقار. أول ميزة قوية جدا إنه بيولد دخل. لو اشتريت وحدة واتأجرت، في دخل شهري ثابت بيدخل لك، وده فرق جوهري عن الذهب. العقار ممكن يشتغل لك وانت نايم. الميزة التانية انه في زيادة قيمة على المدى الطويل. في المدن اللي بتكبر وفي الاماكن اللي عليها طلب، العقار غالبا بيزيد مع الزمن. والميزة التالتة وهي استخدام الرافعة المالية. تقدر تدخل بمقدم وتستفيد من تمويل، وده ممكن يضاعف العائد لو الحسابات صح. والميزة الرابعة وهو أصل ملموس. ناس كتير بتحب تحس إن فلوسها في حاجة شايفاها قدامها، لكن خلينا نكون واقعيين إنه في عيوب للعقار. وأول حاجة وهو السيولة الضعيفة. مش هتبيع شقة في يومين، ممكن تحتاج شهور. تاني نقطة إنه محتاج رأس مال أكبر، مش مناسب لكل الميزانيات. وتالت نقطة وهي الإدارة والمصاريف: صيانة، ضرائب، فترات بدون مستأجر. مش دايما الدخل ثابت زي ما الناس متخيلة. ورابع نقطة مهمة جدا وهي الموقع لو كان غلط ممكن يجمد فلوسك سنين قدام. يبقى الصورة هنا مختلفة عن الذهب تماما. الذهب حفظ قيمة، لكن العقار بناء دخل وثروة، لكن بجهد وصبر. وده يخلينا نسأل السؤال الأهم في المقارنة كلها: لو الاتنين ليهم مميزات وعيوب، ازاي نقرر بشكل منطقي بعيد عن العاطفة؟ مفيش أصل مضمون، في مقارنة واضحة قدامك. خلينا نمشي نقطة نقطة. رقم 1: السيولة. الذهب بيتباع بسرعة، في أي وقت تقريبا تقدر تحوله لفلوس. العقار ممكن يحتاج وقت وممكن يحتاج تسويق وفي مفاوضات. لو السيولة أولوية عندك، الذهب يتفوق بوضوح. رقم 2: الدخل الشهري. الذهب ما بيولدش دخل شهري، مكسبه من فرق السعر بس. إنما العقار ممكن يجيب لك إيجار شهري، وده عنصر مهم جدا لأي حد عايز يبني دخل مستمر. لو هدفك دخل ثابت، هيكون العقار هنا أقوى. رقم 3 وهو رأس المال المطلوب. الدهب تقدر تبدأ بمبلغ صغير نسبيا، إنما العقار محتاج مبلغ أكبر أو التزام طويل. لو رأس مالك محدود، المرونة في الدهب هتكون أعلى. رقم 4 وهي المخاطرة والتقلب. الدهب بيتحرك صعودا وهبوطا حسب الظروف العالمية. العقار أقل تقلب يومي، لكن في مخاطرة مرتبطة بالموقع والدورة الاقتصادية. يعني تقلب الذهب سعري، إنما مخاطرة العقار ده بيكون اختيار. رقم 5 وهي الجهد والإدارة. الذهب بتشتريه وتحفظه، إنما العقار محتاج متابعة، محتاج إدارة، محتاج قرارات. لو عايز استثمار بدون صداع، هيبقى الذهب أبسط. لو مستعد تشتغل على استثمارك، هيكون العقار وممكن يبني لك ثروة أكبر. وهنا لازم نقف لحظة. لو انت لاحظت، مفيش أصل كسب في كل النقط. كل أصل كسب في جزء وخسر في جزء، وده معناه ان سؤال مين أفضل ده هيكون سؤال ناقص. إنما السؤال الصح هو في حالتك انت مين الأنسب؟ قبل ما نروح للخلاصة، لازم نتكلم عن أهم جزء في الفيديو ده، لأن الحقيقة إن أغلب الخسائر مش بسبب إن الذهب وحش ولا بسبب إن العقار فاشل. الخسائر بتحصل بسبب قرارات غلط. خلينا نشوف أشهر الأخطاء اللي بتتكرر. الخطأ الأول وهو الشراء بدافع الخوف أو الطمع. ناس كتير تشتري ذهب لما السعر يكون طالع بقوة بدافع الخوف إنها تفوت الفرصة، ونفس الناس ممكن تشتري عقار لما السوق كله بيجري من غير ما تحسب العائد الحقيقي. الاستثمار بالعاطفة بيخليك تدخل في القمة وتتوتر أول ما يحصل تصحيح. الخطأ التاني هو عدم حساب العائد الحقيقي. في العقار في ناس بتحسب بس فرق السعر المتوقع، لكن فين الصيانة؟ فين فترات عدم الإيجار؟ فين المصاريف اللي هتصرفها؟ وفين العائد مقارنة برأس المال؟ وفي الذهب في ناس كتير بتشتري مشغولات بمصنعية عالية وتفتكر إنها استثمرت. والخطأ الثالث وهو اختيار المكان الغلط في العقار. العقار مش كله زي بعض، في فرق بين منطقة عليها طلب حقيقي ومنطقة معتمدة على وعود مستقبلية. الموقع ممكن يصنع ثروة وممكن يجمد راس المال. الخطأ الرابع وهو وضع كل الفلوس في أصل واحد، ودي اتكلمنا عنها. أول هزة في السوق بتخليك قلقان وممكن تبيع في أسوأ وقت. والخطأ الخامس وهو عدم وضوح الهدف. ناس تدخل تقول أنا هشتري ذهب عشان أكسب بسرعة، أو هشتري شقة عشان أبيعها بعد سنة، من غير ما يكون ده متماشي مع طبيعة الأصل نفسه. كل أداة ليها وظيفة، لو استخدمتها في غير وظيفتها هتخذلك. دلوقتي احنا حطينا كل حاجة على الترابيزة قدامنا.
مميزات الذهب وعيوبه، ومميزات العقار وتحدياته، والسيناريوهات المختلفة وأخطاء الناس المتكررة. فهل في إجابة واحدة صح؟ الإجابة بصراحة لأ. مفيش أصل أفضل مطلق، في أصل أنسب لظروفك. لو هدفك الأساسي حماية القوة الشرائية ومش عايز إدارة ومحتاج سيولة سريعة، يبقى الذهب منطقي. ولو هدفك بناء دخل وتكوين أصل يزيد قيمته مع الوقت ومستعد تدير وتتحمل انتظار، يبقى العقار هو المنطقي. ولو وضعك يسمح، التنويع غالبا بيكون أذكى من الانحياز الكامل. المستثمر الواعي مش بيدور على أصل مشهور ولا بيمشي ورا كلام الناس، هو بيسأل القرار ده يخدم خطتي أنا ولا لأ. وأهم نقطة حب أسيبك بيها، الاستثمار مش سباق مين يختار أسرع، الاستثمار اختيار محسوب يناسب ظروفك أنت.